وهكذا الموت يتخطى الرقاب، يموت الكبار ويموت الصغار ويموت الرجال ويموت النساء، فلنعتبر بغيرنا، فإن العبد إذا انتقل إلى الدار الآخرة لا يستطيع أن يقدم شيئا ولا أن يؤخره. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إليه سبحانه وتعالى واستقيموا على دينه، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستقامة حتى نلقاه. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآن نترككم مع المادة المذكورة. ونحن نشاهد الموت يتخطف الرقاب، فذاك يموت بحادث سيارة، وهذا ينفجر به بعض العبوات، وآخر يمرض من أيسر الأمراض فيموت فيه، وذاك يقتل قتلا. وهكذا الموت يتخطى الرقاب، يموت الكبار ويموت الصغار ويموت الرجال ويموت النساء، فلنعتبر بغيرنا، فإن العبد إذا انتقل إلى الدار الآخرة لا يستطيع أن يقدم شيئا ولا أن يؤخره، بل إذا أدركه الموت لا يستطيع أن يتحدث مع من يشاهده ولا أن يحرك أعضاءه وجسده. قال الله عز وجل: والتفت الساق بالساق. قال بعض المفسرين: أي التوت رجلاه فلا يستطيع أن يحركها إذا أدركه الموت وخرجت الروح. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إليه سبحانه وتعالى واستقيموا على دينه، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستقامة حتى نلقاه. ومما يكرر على مسامعنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلازموا الإسلام الصحيح واستقيموا على الصراط المستقيم حتى تلقوا رب العالمين. هذا هو المراد من هذه الآية، أن تلقى الله عز وجل وأنت لم تغير ولم تبدل ولم تنحرف عن دين الله تبارك وتعالى.